شكرا. نعم يا صديقي. طيب بالنسبه لهذا السكن اللي راكب فوق ديناصور او شو السكن الغريب هذا 249 50 جوهره. ليتس جو. هي اشترينا هذا. هذا يا حبيبي كان لابس جسم قبل شوي، كيف صار لابس؟ وليش رجليك صار؟ هو حاط رجليه بمكان بالدين. كمان الرجلين لحال. هذا هو سكن هو الرجلين انا مش فاهم راسه من رجله هذا سكن. طيب خلينا نلبس هذا سكن ونشوف معنا باللوبي. بالله هذا منظر. والله عن جد انا مستغرب هذا الشكل، يعني عن جد هذا سكن. طيب رجلين اللاعب هم هذول الرجلين القصار، هم عباره عن شكل هيك في السكن. رجلين اللاعب داخلين في الديناصور، يعني ايش هالغباء؟ مين اخترع هذا السكن؟ مين؟ فرحت دخلت على الانستغرام قلت خليني اشوف مين من متابعيني طالب مني انه انا اشحن له بمناسبه متجر التخفيضات. فلقيت صديقنا هان عامل لي ستوري بيقول لي شوف يا علي نسبه تخفيضي عادي لو تحرق لي المتجر، انا شفت هذا السكن من زمان وكان نفسي اجيبه. كتبت له مرحبا صديقي ورحت فتحت الشات بيني وبينه ولقيت انه انا مش متواصل معه قبل هيك، يعني هذا الشخص عمره ما فاز معي. فقلت اوكي يلا خلينا نستنى ليرد علي، ومليت وانا استنى بصراحه. فصرت اعد اصابعي وتاكدت انه العدد صحيح الحمد لله، ومليت كثير من الانتظار واجتني فكره قلت خليني اروح اتصل فيه. يا صديقي هل تسمعني؟ انت فزت معي بحرق متجر التخفيضات. تعال الخاص اعطيني حسابك يلا بسرعه. يلا انصدم قال لك علي عمر. وليتس جو. نحن الان في حساب صديقنا شو كان والله نسيت اسمه. صديقنا جزائري. ويلي على ولد الجزائر. حكى لي انه نسبه التخفيض عنده 80%. خلينا نشوف متجر التخفيض. والله 80%. هذا يا حبيبي هذا بيصلي العشاء مرتين يمكن، ولا شو بيعمل عشان عطوه نسبه تخفيض 80%؟ اكيد ما بيشحن. لحظه شوي خلينا ندخل على حسابه. اكيد مليون في المية ما بيشحن. والله ما بيشحن يا قلبي. شوفوا ببساطه والله انه مسكين، والله انه يستاهل انه يفوز. ليفل 28. لما شفت ليفل حسابه 28 حسيت انه الموضوع شوي مثير للشك، فرجعت فتحت الانستغرام وقلت خليني اساله ليش حسابه جديد. شباب هذا كاتب لي قبل اسبوع من الان تقريبا. انا انصدمت كيف الحساب 28. فدخلت على المحادثه بيني وبينه لانه في رسائل كانوا فوق بعت لي كثير قبل هيك. كاتب علي عمر انا طالب فزع تك، انا كنت قاعد سولو حتى ادخل معك في البث والمسابقه، وفجاه والله يا علي مسروق، انا رابطه كان عنده حساب وانسرق وهذا حسابه جديد وطالب فزعتي قبل هيك وانا مش شايف رسائله. يا قلبي بس شوفوا سبحان الله والله انه شخص نيته طيبه. يا قلبي لذلك راح احاول انه انا اشحن. انا كنت حاط ببالي انه انا اشحن 4000 جوهره تقريبا راح يكونوا كافيين انه نحن نشتري كل شيء في المتجر، ولكن راح احاول اشحن له اكثر. ليتس جو. خلينا نبدا بالشحن. ركزوا معاي. وهدول اول 2200 جوهره، مره ثانيه كمان 2200 جوهره وصار معنا 4400 جوهره، ومره ثالثه كمان 2200 جوهره وهيك صار عندنا 6600 جوهره. في عنا العرض التراكمي اكيد مش رح انساه. ناخذ من هان 50 جوهره وناخذ من هان 150 جوهره وناخذ من هان 300 جوهره، وهيك صار عندنا 7100 جوهره. هدول 7100 جوهره رح نحرق بجدهم ابو الحاضنات والمكياج. ما في جواهر كمان. يلا هدول مبدئيا بتوقع انه هم رح يكفوا. كمان رح يكون في عندنا جوائز مختلفه غير الجوائز اللي موجوده عندي انا في المتجر، لانه هو يعني حسابه جديد، فرح نقدر نحرق ابو المتجر كله ان شاء الله. وكمان رح نقدر انه نحن نجيب له اشياء ثانيه بحسابه. ليتس جو. خلينا نبدا اول شيء بطاقات الحاضنه. طبعا رح نحرق الحاضنه بعد شوي. نعم انه علي عمر يمان يحرق الحاضنات بدون بطاقات ائتمان. وكمان رح نجيب 199 جوهره هذه الرقصه. اوكي عشان تصير عنده هذه الرقصه الاسطوريه. طيب خلينا نحطها بالرقصات، هو اكيد ما عندوش رقصات كثير. ونجيب له رقصه الضحكه عشان لما يطيح حدا يضحك عليه ضروري. نجيب له هذه الكتانه ب 89 جوهره كمان. ويلي على الكتانه. هذه كتانه قديمه والله باللعبه، والله رجعوا نزلوها مره ثانيه يا اخي. قايلينها ما بترحم ما بتوفر شيء. البطاقات هدول نصرف عليهم 200 جوهره نجيب له بطاقات. انا بعرف بتحبوا يتحدوا بعض رومات. ف 99 جوهره وكمان جبنا له البنطلون الزهري مع انه والله بطل له قيمه بام هاللعبه. ونجيب له هذا كمان تبع عيد الحب، وهيك صار عنده البنطلون والجاكيت كمان سكن عيد الحب كامل. ونجيب له هذا الشيء. اوكي راح نجيب له كمان هذه الباكجات تبع الايكي دراجون. يا رب يطلع لي يا جماعه الخير والله الايكي دراجون لحد الان اسطوري باللعبه، فيا رب يطلع له دعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 ايام كله 3 ايام 24 ساعه. انا حظي مع الايكي دراجون زباله يا جماعه الخير من الاخر، فما قدرنا نحصل عليه دائم للاسف، ولكن حصلنا عليه قدرنا نحصل عليه تقريبا لمده شهر. هان رح ناخذ هذه الباكجات. هو ما عنده اسلحه تتطور ماكس، رح نحاول ان احنا نجيب له سلاح تتطور ماكس. وهذه الباكجات رح نحاول. ليش انا صرفت فلوس على هذه الباكجات؟ هو ما عنده اصلا هذه الاسلحه، فخلص ما رح نصرف على هذه الباكجات. رح نجيب له تبع كمان الكتاب الشعبي ما عنده، فاذا صرفنا جوهر رح نصرفهم على الفاضي. هان بيعطوه هذه السكنات، فخلينا نصرف 360 جوهره. ما اعطوه ولا شيء دائم. طيب اللي بعده الباكجات لسه هناك. طيب رح نفتحها بعد شوي. وراح نجيب له الان سكن الدينو ب 199 جوهره. ويلي
ويلي انه الدين البرازيلي. الان انتهينا من القسم الاول وانتقلنا للقسم الثاني. والله تقريبا نفس الهدايا اللي كانت موجوده عندي. شوفوا هذه الراس رجعوا نزلوها مره ثانيه، والله بتخوف يا اخي. هذا الراس اذا حدا بضربك بوكس ايده بتنكسر. رح نجيب له هذا الجسم الاسطوري اللي جبته بحسابي، وبصراحه هذا الجسم عجبني كثير. ف 119 جوهره وجبنا هذا الجسم كمان. وفي عندنا هذه الرقصه تبع محمد رمضان نمبر 1 كمان جبناها مره ثانيه. وفي عندنا هذه الرقصه تبع القلب طبعا عشان لما اصحابه يدخلوا معاه بسكواد يعني يعمل لهم رقصه في القلب. ويلي ويلي هذا احلى قلب لكم انتم. عندنا هذا الداجن ب 29 جوهره. اخي تخفيض لما يكون عندك 80% والله شيء اسطوري. هذا الداجن ب 29 جوهره بس يعني اسعار خرافيه. ب 119 جوهره بنقدر نجيب هذا الشعر كمان، فخليه يطقم اذا حاب يطلع هيك شكله بيشبه الهنود. هذا الشعر مع الداجن بيطلع شكله حلو. فنجيب هذه الثلجه تبع الكوبرا ب 99 جوهره ونشوف شو بيضل عندنا بالمتجر. هدول الباكجات والله حرام انه انا اصرف عليهم جوهر لانه هو ما عنده الاسلحه. فخلينا نجيب 59 جوهر. هذا رح نحاول نجيب له سكن الارنب اوكي ان شاء الله، ولا سكن الارنب شالوه. طيب نجيب الان الارنب هذا الحجري ب 59 جوهره وخلينا نكمل هيك. كملنا من المتجر. خلينا نجيب هذا ب 119 جوهره. بدي اشوف اذا هم لسه حاطين سكن. والله هذا سكن ما بنصحك تلبسه بس هيك جبت لك اياه عشان يكون حارق الحاضنه كامله. بدي اشوف اذا سكن الارنب لسه موجود. يا رب يكون لسه موجود يا رب. لا شالوا سكن الارنب. مش عطونا فرصه مره ثانيه على اساس انه الناس اللي اوكي خلاص مش مشكله. راح احاول اجيب له هذا السكن. هذا السكن انا جبته بحسابي وبصراحه فعلا اسطوري يعني ما ندمت. خلينا نلبس السماعات. هذا السكن بصراحه كثير عجبني لما جبته بحسابي. فيا رب يكون الحظ اسطوري ونقدر نجيبه. في عندنا هدول التوكن كمان اذا ما حصلنا عليه راح نقدر انه نحن نستبدله بالتوكن. بس بالاول في عندنا باكشات. خلينا نروح نفتح الباكشات اللي جبناها. هدول السكنات اللي قدر يحصل عليهم للاسف في سكنات اخذهم بشكل مؤقت. فراح نجيب لك سكن الاسطوري. اول شيء نلبس هذه الشحاطه الخضراء لانه راح تكون حلوه مع السكن. هدول الشنطات هدول الرقصات. طيب خلينا نحن نعبي له الرقصات هان عشان يصير في عنده شوي رقصات. رقصه النمبر 1 كمان هان جبناها. في عندنا الباكشات اللي حصلنا عليهم. في عندنا وحده ذهبيه وفي عندنا 30 وحده. هدول راح نصرفهم على الحاضنه ان شاء الله. الباكشات بتوقع ان احنا فتحناهم كلهم. فخلينا نرجع للحاضنه. نبدا اول شيء بهذه الحاضنه نحاول نجيب له سكنات اللي فيها. عندنا 5 توكن 5 بطاقات اعطونا وحده ذهبيه اوكي. الخمسه اللي بعدهم ما اعطونا ولا شيء. طيب اللي بعدهم قناع واحد اذا ما بذكر. قناع واحد على الاقل نقدر نجيب سكن فيهم. ارخص سكن هو موجود بكم؟ قناع واحد و3 ذهبيات. احنا عندنا 2 ذهبيات فكمان 5 بطاقات مره ثانيه ما اعطونا اي شيء. اعطونا قناع يا رب يكون معاه ذهبيه. يا رب يكون معاه ذهبيه. قناع ثاني ذهبيه بس حرام. بدنا كمان وحده ذهبيه كمان. طيب رح ناخذ 300 والله قلبي بيوجعني وانا قاعد بصرفهم. لا اول شيء خلينا نضمن هذا السكن لانه هذا السكن احلى بصراحه. ف 250 جوهره وخلينا نشوف شو حيعطونا. ما اعطونا اي شيء. ما اعطونا اي شيء. خلينا نشوف. اعطونا 5 توكن. طيب واحد توكن. اسكت يا حبيبي اسكت يرحم ابوك يا اخي صدعتني. كمان مره ثانيه ما اعطونا ولا شيء. كمان 250 جوهره. اعطونا 10 بثلاثه. كم توكن بنحتاج؟ معنا 21 توكن. يعني اذا اعطونا 4 توكن كمان رح نقدر نجيب السكن. وهان اعطونا توكن واحد. بدنا 4 توكن يا حبيبي. 4 توكن. كمان توكن باقي عندنا 2 توكن نقدر نجيب السكن. يا اخي قرينا صارت تعطيني كل 10 سبنات توكن. هاي 3 5 بواحد. طيب معنا 33 توكن. لو جبنا هذا السكن ب 25 رح يضل عندنا 8 توكن. 8 توكن نقدر نجيب فيهم الثلجه. بصراحه البوكس مش مهم كثير فلذلك ليتس جو خلينا نجيب الثلجه وهذا سكن. اول شيء هذه الثلجه ب 8 توكن وهي حصلنا عليها. رح نحاول انه نجيب هذا السكن 25 توكن وهي حصلنا عليه هو كمان. يا قلبي وقف وقف وقفه حلوه عشان اخذ لك سكرين شوت اسطوريه. وقف. رح البس سكن كامل ما عدا الحذاء تبعه لانه بدي اخلي نفس الحذاء اللي انا كنت لابسه اوكي. طيب هيك لبسنا سكن. ويلي ويلي والله انه سكن رهيب يا جماعه الخير. ويلي ويلي علي عمر الجزائري. خلينا نكمل الان على هذه الحاضنه او نجيب له سكن اليوم بي او نكمل على الحاضنه هذه. اول شيء خلينا نحاول انه نحن نجيب وحده ذهبيه فقط 320 واعطونا وحده ذهبيه من اول 5 سبنات. يا اخي والله النيه صافيه الحمد لله. راح احاول انه انا اجيب له هذا بده 5 ذهبيات. اتوقع ما بنقدر نجيب غير هذا لانه الثانيين بدهم اقنعه اكثر. هذا معنا 2 اقنعه بس بنحتاج خلص. راح هذا سكن. لا سكن البنت بس رخيص وهذا سكن الشاب لازم يكون عندك 5 ذهبيات. نصبوا علينا. طيب رح نروح لعنده. والله انه انا حاسس انه ضحكوا علي بس يلا رح نحاول انه احنا نجيب له هذا اليوم بي المطور وبعدين هو بيطوروا شوي شوي يعني اوكي. فكرت اعطوني اليوم بي اعطوني اللوت بوكس تبعه. طيب كمان 250 جوهره مره ثانيه اعطونا هذه اوكي. اللي بعده ثلجه حلو. طيب بس ما اعطوني اليوم بي. اليوم بي شخصيا ما حصلت عليه. 250 جوهره كمان مره وما اعطوني ولا شيء. اللي بعده 250 جوهره كمان ما اعطوني ولا شيء. 250 جوهره كمان مره ثانيه وما اعطوني. وكمان 250 جوهره. يا رب هذه المره ما ضل عندنا غير 106. راح اخلي له جواهر ال 106 هدول هو يتصرف فيهم. طيب هل قدرنا نحصل على هذا سكين كامل وقدرنا نجيب له كمان اشياء اسطوريه للثلجه. والله حسابه يا اخي حرام. والله انا انصدمت لما شفته كاتب لي انه هو حسابه مسروق ويا حرام انا ما رديت عليه.
عليه ما انتبهت. طيب والله انا ما بقدر اعمل اشي حتى لو حسابك انسرق، يعني ما بيطلع بايدي اعمل اي اشي. فلذلك جبنا له الاشياء اللي نحن بنقدر نجيبها. في عنده هذه الباكشات، خلينا نشوف شو راح يعطونا بعد الباكشات. 3 ايام نشوف ال3 باكشات هدول. اوكي اعطونا هذا السكنات، وفي عندنا هدول الباكجات خلينا نفتحهم كلهم مع بعض بلكي يعطوا شيء دائم. اعطونا الشوت جان دائم. اوكي حلو. طيب باقي الاشياء خلص رح اخليه هو يفتح هذه السكنات. وين الثلج؟ انا فرحان على سكنات الثلج اكثر شيء بصراحه. نسيت انه هم صاروا يحطوا سكنات الثلج عند الاسلحه. هي جبنا له هذه القلايه كمان. ومن وين اجت هذه القلايه انا مش عارف، ولا يمكن كانت عنده من الاول. وجبنا له هدول الثلجات. والله هذه الثلجه بصراحه فخمه، وهذه تبع الكوبرا كمان اسطوريه، ولكن هذه بما انها اجدد شيء مع السكن اللي هو لابسه راح يطلع يا اخي هيك حلو مرتب، الالوان كلها متناسقه مع بعض. فاصدقائي وصديقاتي مبروك للجزائري صديقنا، بيستاهل. يعني والله انا دخلت بشكل عشوائي، لقيته اكو واحد عامل لي ستوري فقلت له مبروك بدون مسابقه او اي شيء، ولكن انا راح اعمل مسابقه على هذا المتجر. المسابقه راح تكون على البث المباشر على تطبيق تروفو. فاذا ما تتابع البثوث المباشره تبع تطبيق تروفو، حمل تروفو من جوجل بلاي او من اب ستور، واكتب علي شرطه عمر شرطه 33 وراح تلاقي حسابي هناك. انا بشكل يومي تقريبا بفتح بثوث مباشره على هذا التطبيق. وهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم. اتمنى من كل قلبي انه هذا الفيديو